يوم 1 فبراير سنة 1975 سكان مدينة ساو باولو في البرازيل صحيوا على حريقة مجهولة المصدر مسكت في ناطحة سحاب عملاقة اسمها جويلما، وخلال نص ساعة بس كانت الحريقة سيطرت على المبنى كله. واتصنفت الحادثة دي إنها تاني أسوأ حادثة حصلت لناطحة سحاب في العالم من حيث عدد الضحايا، بعد حادثة أبراج التجارة العالمية في نيويورك سنة 2001. وقع في الحادثة دي 189 ضحية و293 مصاب. لكن الغريب بقى إن رجال الإنقاذ لقيوا جثة 13 ضحية كانوا في نفس المكان مع بعض وماتوا بالرغم إن مفيش عليهم أي آثار حروق أو إصابات، وغير ده مش معاهم أي أوراق هوية ومحدش اتعرف عليهم ولا طالب بجسامينهم. ده غير إن محدش قدر يعرف إيه سبب الحريقة دي أصلا. لكن السكان المحليين كان ليهم رأي تاني وقالوا كلام أغرب من الخيال عن الأرض اللي اتبنت عليها ناطحة السحاب دي. بس قبل ما نروح للكلام اللي قالوه خلوني الأول أنقل لكم صورة الحادثة دي بشكل كامل. الحادثة حصلت يوم 1 فبراير سنة 1975 وبالتحديد الساعة 8:50 دقيقة. أول ناس لاحظوا الحريقة كانوا موجودين في المبنى اللي جنب ناطحة السحاب دي واتصلوا فورا بإدارة المطافي. لكن للأسف خلال نص ساعة بس كانت النيران انتشرت في المبنى كله وبقى فيه مئات من الناس متحاصرين جواه، وساعتها الرعب سيطر على كل اللي في المبنى، خصوصا ان النيران مسكت في المداخل والمخارج بشكل كامل. لكن في عدد منهم قدر انه يلاقي طريقة للخروج، بس مع كل دقيقة كانت بتعدي الوضع كان بيزداد سوء لدرجة ان الناس خرجوا من الشبابيك وطلعوا لسطح المبنى على امل ان المروحيات او طيارات الهليكوبتر تقدر انها تنقذهم. لكن للأسف حرارة المبنى كانت عالية جدا، والحرارة دي كانت بتشكل خطر كبير جدا على الطيارات، وما قدرتش انها تعمل هبوط على السطح عشان تنقذ اللي طلعوا عليه او حتى اللي كانوا واقفين في الشبابيك. وبعد ما اتقطع اخر امل ليهم في النجاة قرر عدد منهم انهم ينهوا حياتهم بنفسهم ونطوا من فوق سطح المبنى او من الطوابق والادوار اللي كانوا موجودين فيها. وبحلول منتصف النهار الحريقة هديت ووقفت اخيرا، وقدر رجال الانقاذ والشرطة انهم يدخلوا المبنى عشان يدوروا على الناجين ويعملوا حصر لعدد الضحايا. وللأسف تقرير الشرطة قال إن كان في جثث متفحمة في كل مكان، وده خلى عملية الإحصاء صعبة ومحتاجة وقت طويل. لكن في النهاية الجهات المعنية صرحت إن عدد الضحايا بلغ حوالي 98 شخص. وبالنسبة لتقارير رجال المطافي والإنقاذ فالتقارير دي اتذكر فيها إنهم كانوا كل ما بينتقلوا من مكان لمكان ومن أوضة لأوضة جوه المبنى عشان يقيموا الأضرار كانوا بيعثروا على ضحايا جدد. لكن اللي كان صدمة حقيقية ليهم لما اتجهوا للأسانسير أو المصعد ولقيوا إنه مقفول بقوة كأن النار سهرت الأبواب بتاعته مع غرفة الأسانسير نفسها. لكن بعد وقت وجهد كبير قدروا إنهم يفتحوه أخيرا، وكان في مشهد غريب جدا مستنيهم جوه الأسانسير. 13 جثة مترصين جنب بعض، والغريب إنهم ما اتحرقوش ولا كان باين عليهم أي أثر من النار، برغم إن درجة الحرارة جوه الأسانسير أو المصعد كانت عالية جدا لدرجة إنها كانت كافية قوي إنهم ينصهروا جواه. وبعد ما تم نقل ال 13 جثة دول من الأسانسير اكتشفوا إن مش معاهم أي أوراق هوية، وبالتالي ما قدرتش الشرطة تعرف هويتهم، فقالوا إنهم يسيبوهم في المشرحة لحد ما يجي أهاليهم ويتعرفوا عليهم بما إن حالتهم سليمة تماما. لكن المفاجأة إنهم فضلوا في المشرحة فترة طويلة من غير ما حد يجي يسأل عنهم، وفي النهاية تم دفنهم في مقابر المدينة وتسموا بال13 روح. السكان المحليين في ساو باولو اعتبروا الحادثة دي معجزة حقيقية وعملوا من مقابر المجهولين دول مزار ديني. ده غير ان بعض الناس كمان قال ان ال13 جثة دول هم نفسهم الكهنة اللي اتلعنوا في الماضي. وعشان ما تتوهش مني، موضوع الكهنة اللي اتلعنوا في الماضي ده موضوع قديم جدا ومعروف في ساو باولو، لكن طلع للنور تاني بعد ما موضوع ال13 جثة دول انتشر بين السكان، والموضوع متعلق اكتر بالارض نفسها اللي اتبنى عليها البرج ده او ناطحة السحاب دي. الحكاية دي حصلت ايام الغزو البرتغالي للبرازيل. لما الغزاة البرتغال وصلوا ساو باولو كان معاهم 11 كاهن، وال11 كاهن دول اسسوا اول مدرسة مسيحية على ارض ساو باولو. وده ما عجبش سكان القبائل الاصليين اللي كانوا متمرسين وقتها في نوع خطير من انواع السحر، وعشان كده القبائل دي اطلقت على الكهنة لعنة خلتهم قتلوا كل اتباعهم واتقفلت المدرسة دي. والغريب ان بعد الحادثة دي بسنين كتير وتحديدا سنة 1948 كان في فوق ارض المدرسة
بيت صغير بيعيش فيه كيميائي عنده 26 سنة اسمه بول كامبول. كان عايش في البيت ده مع والدته واخته، وفي ليلة من الليالي ومن غير اي سبب واضح بول قتل عيلته ودفن جثثهم في ارض فاضية ورا البيت وانتحر بعدها على طول. والغريب ان وقتها كمان لما تم نقل الجثث بتاعتهم في واحد من العاملين اتوفى بشكل غريب، وكأن اللعنة اتنقلت له بشكل مش مفهوم. وكمان في نفس الليلة حصل في المدينة 13 جريمة قتل تانيين، وده نشر الرعب بين الناس وقتها، وانتشر الخبر ان اللعنة رجعت من تاني. وكل ده زي ما قلنا في سنة 1948. وبعدها بسنين تاني حصلت الحريقة بتاعت ناطحة السحاب سنة 1975، يعني بعدها بحوالي 27 سنة. والعنصر المشترك هنا هو الأرض، المدرسة اللي بناها الكهنة اللي كانوا مع البرتغاليين، وبيت الكيميائي اللي قتل عيلته وانتحر بعدها، وكمان ناطحة السحاب اللي اتفحمت بشكل غريب ومش مفهوم ومن غير سبب واضح. التلاتة دول مبنيين على نفس قطعة الأرض تماما. سبب حريق ناطحة السحاب مش معروف برغم الجهد الكبير اللي اتعمل عشان يتعرف ايه سببه، لكن وصلوا لأسباب تانية خلت النار تنتشر، زي مثلا ان التكييفات وقتها كان بيتحط فيها مواد قابلة للاشتعال. لكن كل دي أسباب خلت النار تنتشر، ويظل سبب اشتعال النار نفسه مجهول لحد النهاردة. الغريب كمان ان بعد حريقة مبنى جويلما او ناطحة السحاب اتقفلت كذا سنة لحد ما اترممت وتعاد افتتاحها باسم جديد وهو براكا دا بانديرا. وتغيير الاسم ده تم لان الاسم القديم ارتبط في ذاكرة الناس بالمأساة اللي حصلت، وكمان على امل ان الاسم الجديد يمسح الذكرى بتاعت المأساة من ذاكرة الناس. لكن المفاجأة ان بعد الافتتاح بالاسم الجديد المبنى ده بقى ملجأ لعدد كبير من الاشباح والكيانات الغريبة، وفي ناس كتير بيأكدوا انهم شافوها في صورة ظلال وخيالات على السلالم بتاعت المبنى وكمان جوه المصاعد بتاعته. وبالرغم ان كل اللي موجودين في المبنى بيعتقدوا انها اشباح ودودة وطيبة، لكن حسب شهاداتهم فهي برضو بتضايق الناس اللي جوه المبنى من وقت للتاني، عن طريق انها اوقات بتعطل المصاعد بتاعت المبنى او تقطع عنه الكهرباء فجأة. والفنيين وقتها مش بيلاقوا تفسير واضح لسبب الانقطاعات دي، خاصة ان الكهرباء بترجع تاني لوحدها. وكمان اوقات كتير صافرات الانذار بتاعت المبنى بتشتغل لوحدها. وبكده انا خلصت. ضروري ما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، وهستنى رأيك في التعليقات. ولو بتحب النوع ده من الموضوعات اعمل اشتراك او متابعة بسرعة، وميعادنا كل اثنين وخميس الساعة 10. وكمان هتلاقي اللينك بتاع التليجرام بتاعنا في اول تعليق، اشترك فيه عشان يوصلك كل جديد. كان معاكو اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.